دخل إلى السجن في سن 14 سنة، محروم من دخول منطقتين في إيطاليا. قام بإدخال هاتف للسجن وصور به كليب أغنيته. إليكم قصة الرابر المغربي بيبي جانج. الجزء الأول. اسمه الحقيقي زكريا مهيب، مولود في 26 جوان 2001 في إيطاليا من أم وأب مغربيين. سافر والداه إلى إيطاليا لتحسين العيش، لكن رجعوا إلى المغرب إلى أن وصل بيبي جانج إلى عمر 5 سنوات ثم عادوا إلى إيطاليا. كانت ظروف عائلته صعبة، لجأ بيبي جانج إلى السرقة في عمر 14 سنة، لكن تم القبض عليه، وبعد خروجه عاد مباشرة إلى السرقة. أثر عليه السجن إلى درجة أنه لم يعد يريد العيش مع العائلة، فاختار الشارع. بعدها بمدة تم القبض عليه مرة ثانية بتهمة السرقة، وخرج سنة 2018 لتكون تلك بداية مسيرته الفنية. نزل بيبي جانج أول أغنية في تلك السنة تحت عنوان ستريت، لكن عاد مرة أخرى للحبس، وبعد خروجه قرر الاهتمام بالفن ونزل عدة أغاني ناجحة. وفي فترة الحجر الصحي سنة 2020 أراد بيبي جانج تصوير فيديو كليب لأغنية رابينا، فنزل ستوري على إنستغرام وقال لمعجبيه: من يريد أن يظهر معي في الأغنية؟ فهجمت عليه الجماهير يوم التصوير، لكن تدخلت الشرطة الإيطالية وقامت بإيقافه فورا. كان هذا الجزء الأول من قصة الرابر بيبي جانج. انتظروا الجزء الثاني، واكتبوا لنا أسماء فنانين تريدون سماع قصصهم